في وقت ما كان بيلعب الطفل ده، الكلب الاسود دخل بسرعة كبيرة عشان يهجم عليه، لكن لولا الكلب الاصفر اللي فدى الطفل ده وقدر يتصدى للكلب الاسود ويبعده عنه، ما كانش حد يعرف ايه اللي ممكن يحصل للطفل ده. اقلها الكلب ده ياخد وسام البطل. الفتاة دي كانت ماشية وما كانتش عارفة ان العربية اللي جاية وراها دي كانت عايزة تخطفها، لولا الكلب اللي جاب بسرعة عشان يقدر يلحقها ويبعد الناس دي اللي عايزة تخطفها. اما الخروف ده فضل يضرب الطفل ويوقعه على الارض لغاية ما جاء بطلنا وجاب له حقه تالت ومتلت. البقرة دي كانت هتهجم على الطفلة الصغيرة لولا تدخل والدها والبطل اللي كان في وضع الاستعداد. الشاب ده الظاهر ان الموتوسيكل ده عجبه، لكن ما يعرفش ان الموتوسيكل ده ليه حارس شخصي. الدب ده اقتحم البيت وفضل يسرق الاكل اللي معلق ده، لكن ما يعرفش ان المكان ده يخص الوحش اللي هيجيله دلوقتي. الافعى دي شايفة نفسها حبتين على الكلب ده، لكن لما جه زميله عرفها هي بتلعب مع مين. الحصان ده ميل جسمه على الارض لما صاحبه ما كانش قادر يقف، وقدر فعلا يرفعه من الارض. مش بس كده، ده بيساعده كمان عشان يقدر يجهز الاكل. اما الشاب ده بيجري من هجوم الكلب اللي وراه لغاية ما اتدخل الكلب ده وقدر يدافع عنه ويبعده عن المكان. الثعلب المكار ده افتكر ان هو ذكي عشان يقدر يدخل البيت ده بسهولة، لكن ما يعرفش اللي مستنيه كمان شوية. متهيألي هيفكر كتير عشان يجي المكان ده تاني. الدب ده دخل البيت بهدوء تام، لكن لما صاحبنا شافه ما شافش غير الباب قدامه. الشاب ده كان ناوي يسرق البيت ده وبيفكر في طريقة يخش بيها، لكن صاحبنا نساه هو اصلا جاي يعمل ايه. اوعى تيجي هنا تاني. الراجل ده وصل وفضل يضرب تلاكسات لمراته عشان تفتح البوابة، لكن فجأة ظهرت عربية بيضة وطلع منها مجموعة مجرمين حاولوا يقتحموا العربية، لكن مراته اتصرفت بمنتهى الذكاء وخرجت كلاب الحراسة عشان يقدروا يواجهوا المجرمين دول ويفروا من المكان بسرعة. الطفل ده طلع للسطح وكان على وشك ان يقع من فوق، لغاية ما جت القطة دي بسرعة وقدرت تلحقه في اخر لحظة. اثناء ما كانت الاطفال بيتفرجوا على الفيل وقعت من طفلة منهم لعبة، لكن ردة الفيل كانت مذهلة لانه مسك اللعبة بزلمته ورجعها للطفل تاني. الكلب ده بمثابة حارس شخصي للطفل. خلي بقرة واحدة منكم تتكلم، واللي هتتقدم خطوة واحدة ما تلومش غير نفسيها. الشاب اللي لابس اصفر ده حرامي، واول ما سرق شنطة الفتاة كان صاحبنا ده مستنيه، فبلاش تسرق تاني. انا عايزكم تشوفوا الكلب ده بيعمل ايه مع الراجل ده. بس لحد هنا اتمنى لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.